النظام والمغرب وبالتواطؤ مع إدارة الوداد والقائمين على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وضعوا خريطة المغرب في المدرج المقابل، لكن الأمر الخطير أن الخريطة تعتبر تعديا واضحا على حدود دولة عضو في الاتحاد الإفريقي هي جمهورية الصحراء الغربية. الخريطة مررت رسالة سياسية كان هدفها الرئيسي استفزاز الجزائر، باعتبار أن الدولة الجزائرية أكبر مساند للشعب الصحراوي الشقيق. خرجت من المخرج المغربي الذي أعاد مرارا وتكرارا رصد الخريطة خلال مجريات اللقاء في سقطة إعلامية كبيرة دبرت بإحكام. السقطة يجب أن لا تمر مرور الكرام على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي يرفض مثل هذه الممارسات إلا إذا تغاضى مرة أخرى على سقطات المغرب التي أصبحت روتينا يوميا.